السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه موتوري. التطبيق ده مساحته 33 ميجا، محمله اكتر من 100,000 شخص. التطبيق ده تطبيق سعودي وقريبا هيكون في الامارات. وتقدر من خلال التطبيق ده ان انت لو مهتم بالعربيات، سواء حابب ان انت تشتري حابب ان انت تبيع، فانت بتقدر تدخل على التطبيق ده تستفيد منه. من خلال ان انت لو حابب تشتري عربية بتقدر تخش تدور على العربيات الجديدة والمستعملة وكل الماركات وكل الموديلات، وتقدر ان انت تشوفها وتقدر ان انت تعرف سعرها وتقدر ان انت تعرف كل المميزات بتاعتها. وفي حالة ان هي عجبتك بتقدر تروح تخلص فيها، سواء عربية مستعملة او سواء عربية جديدة. كمان بيجيب لك كل اسعار عربيات الجديدة اللي موجودة في المعارض، ويجيب لك تفاوت الاسعار المختلفه ما بينهم. كمان بيعرفك كل المميزات بتاع العربيه، ولو انت حبيت ان انت تقارن بين عربيتين فبيعمل لك مقارنه بين العربيتين. عايز مثلا تقارن بين عربيه تويوتا وعربيه كيا بالنسبه للمميزات والعيوب والحاجات دي كلها، فهو التطبيق بيقدر ان هو يقارن لك ويقول لك دي مميزاتها دي فيها كذا ودي فيها كذا، كل المميزات اللي موجوده في العربيه دي وكل المميزات اللي موجوده في العربيه دي. ده الغرض من التطبيق وده فايده التطبيق. مشكلة التطبيق بقى ان ناس كتيرة بتشتكي ان هم لما بيخشوا على التطبيق بيعلق معاهم والتطبيق بيقف. خدمة العملاء مش كويسة، ما بتقدرش تتواصل مع خدمة العملاء بسهولة. بالاضافة لان في ناس بتحاول ان هي تشتري العربيات المستعملة، لما بيروحوا عشان يشتروها بيلاقوا العربية مثلا مش موجودة، او يلاقوا التطبيق جايب اعلانات وهمية، اعلانات مش موجودة اصلا. فناس كتيرة بتشتكي من الموضوع ده. بالاضافه لان العربيات المستعمله قليله جدا، وفي بعض الناس بيقولوا لا مفيش عربيات مستعمله موجوده على التطبيق. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح لتطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.